في قلب الصحراء الغربية في الفيوم مكان شكله صحراء عادية، لكن تحت الرمل قصة عمرها 40 مليون سنة. المكان ده هو وادي الحيتان، اتسمى كده عشان مليان حفريات وحيتان متحجرة موجودة على الأرض لكنها لسه طالعة من البحر. العلماء لقوا هياكل كاملة وبقايا أرجل خلفية، وده دليل واضح على تحول الحيتان من مخلوقات كانت بتمشي على اليابسة إلى مخلوقات بحرية بالكامل. وعشان أهميته العلمية الكبيرة اعترفت بيه منظمة اليونسكو سنة 2005 كموقع تراث علمي. وادي الحيتان مش مجرد صحراء ولا موقع سياحي، ده متحف طبيعي مفتوح بيخلي أي حد يمشي فيه يحس بعظمة الخلق وتاريخ الأرض. حكاية مكان بتبدأ ببحر وبتنتهي بوادي بيحكي سر التطور.